كل فتره عروض زيزو، موقف زيزو، هيجدد مش هيجدد، القصه واقفه لحد فين في اللحظه دي. زيزو بالطبع بيجي له عروض يا جماعه، ده طبيعي. يعني واحد زي زيزو ما بيجيلوش عروض يبقى ده امر غير منطقي. انت بتتكلم على زيزو من اهم اللعيبه الموجوده في الكره المصريه على مدار اخر 5 6 سنين، لعيب جامد جدا، لعيب مهم قوي، فطبيعي يجي له عروض. اللاعب عقده قرب يخلص مع نادي الزمالك في شهر يناير، يحق ليه ان هو يوقع على اي نادي. طبيعي في انديه، سواء بقى بتتكلم على الاخدود ولا الخلود ولا بتتكلم على اي نادي في الخليج، ده امر طبيعي للغايه. فبعض الانديه بتستفسر زيزو، والد زيزو ربما، الكلام مش عارف ايه. المؤكد ان بيجي لهم تواصل كتير جدا ومكالمات كتير جدا من مختلف ممثلي الانديه المختلفه في الخليج. موقف زيزو ايه؟ اللي اعرفه، اللي انا اعرفه ان حتى هذه اللحظه رغبه زيزو ان هو يجدد في نادي الزمالك، لكن هناك تضحيات كبيره جدا قام بيها زيزو على الصعيد المادي. كان في ايده ان هو يمشي اكتر من مره، مره للريان القطري ومره لنيوم السعودي بمبالغ كبيره. وطبقا للمعلومات اللي عندنا ان الزمالك كان جاله عرض ما بين 5.5 او 6 مليون دولار في فتره الانتقالات الماضيه دي على طول، وان اللاعب كان هياخد عقده هو ما بين ال3.5 وال4 مليون دولار في الموسم، وده رقم كبير قوي. فدي تضحيات. طب ازاي نادي الزمالك هيعوض زيزو عن التضحيات دي؟ اكيد هياخد اعلى عقد في الفرقه، بس هل اعلى عقد في الفرقه هيصل للارقام دي؟ طبعا لا، الموضوع هيكون فيه صعوبه كبيره. طيب هتسالني نسب بقاء زيزو مع نادي الزمالك تصل لكام في المية؟ انا بقول لحضرتك نسبه بقاء زيزو مع الزمالك تصل ل 60 او 70%. الموضوع مترتب على ايه؟ مترتب على رجال الاعمال، وعلى راسهم بتكلم معاك بمنتهى الوضوح الاستاذ ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك الاسبق والعاشق للقلعه البيضاء، انهم يقدروا يوفروا لزيزو طلباته الماليه. اكيد حتى لو طلب طلبات كتيره هيكون في هامش تفاوض، بس الاتفاق في الاخر هيبقى رقم كبير. مين اللي هيوفر الكلام ده؟ لان خزينه نادي الزمالك ما فيهاش ارقام كبيره. مين اللي هيوفر الكلام ده؟ الاستاذ ممدوح عباس وبعض رجال الاعمال عندهم الرغبه انه يعملوا كده، فزيزو هيكمل. بعيدا عن رجال الاعمال هيكون في صعوبه كبيره جدا ان زيزو يكمل جوه نادي الزمالك. تمام؟ عشان القصه تكون واضحه. لكن حتى هذه اللحظه نسب بقاء زيزو في نادي الزمالك اكبر من نسب رحيله. ده بخصوص موضوع زيزو. طيب سامسون اكينولا العقد بتاعه خلاص تم فسخه بشكل رسمي، اللاعب وقع على المخالصه والقصه انتهت. خد او هياخد